احنا كل السياسيين، كل الاقتصاديين، كل الخبراء يقولوا انه تبعيه الجزائر للبترول امر خطير ويجب ان يتغير. الحكومه تقول هذا الكلام، المعارضه تقول هذا الكلام، وعندنا 50 مرغوب فيه، وعندنا 50 سنه وحنا نقولوا لازم نخرج من تبعيه البترول. كيف نخرج؟ كيفاش باش تخرج من التبعيه؟ لازم يكون على راس الحكومه يكون طاقم حكومي عنده مشروع اقتصادي، مشروع سياسته هو انشاء اقتصاد. ذوك الفرق الانسان اللي يروح تو سويت ديريكت لهذاك استغلال المحروقات ويبقى في التبعيه بالنسبه للمحروقات، هذا كسول فكريا. هذا انسان يحب الفائده القريبه، الفائده الانيه. قال كاين دراهم، هيا نغزوهم مع بعض، نمدوا شويه، هذا نمدوا له اكثر، هذا نسرقوها، هذه نحولوها للخارج. اما باش تنشا اقتصاد لازم تبحث على الناس، ما تحوسش على الولاء، تحوس على الكفاءه حولك، تحوس تجمع احسن، يعني افضل شيء تصيبه في الجزائريين القدرات، يعني الناس اللي عندهم كفاءات، هذوك اللي تحطهم على راس الحكومات، القطاعات الاقتصاديه. انت كنت في الحكومه 5 سنوات وانت في الحكومه سي بكروح، وفي مناصب وزاريه حساسه يعني اقتصاديه. وش الامور اللي ممكن غيرتها، وش الامور اللي اقترحتها باش الجزائر تخرج من تبعيه البترول؟ احنا في الجزائر دائما، ممكن اسمح لي على هذه الملاحظه، نقولوا انه لما تكونوا في الحكومه تو فا بيان، ولما تخرجوا تعودوا الوضع يكون اسود وتقولوا انه كلش تعبان. لكن لما تكونوا في الحكومه تقولوا انه الجزائر بخير وتطمئنوا الشعب، لما تخرجوا تقولوا انا في وضع خطير. ربما هذا يطبق على البعض، لكن أنا أوجه يعني من خلال الحصة تحدي لأي إنسان كان داخل الحكومة وناس اللي راني يعني في نزاع معهم بالنسبة للعهدة الرابعة، ولا شخصيات الآن في المعارضة رؤساء حكومة، يقول لك إلا كاين واحد من 2000 من 99 ل 2500 اللي يتكلم في مجالس الوزارية وخاطب الرئيس باللهجة اللي نتكلمك أنت في هذه الحصة، واللهجه اللي معروف بها من خلال كتابتي ولا عندما نفوت في الحصص ولا حاجه، نفس الاشياء دائما قلتها. يعني انت قدمت مبادرات وافكار وهما لم يتم الاخذ بها. نعم، لانه دوك كي تدخل الحكومه راك عضو في طاقم هذاك يسير حسب تعليمات برنامج تاع رئيس ولا قرارات. ما تقدرش انت تعمل واش يظهر لك في القطاع تاعك. انسجام، تقدم مشاريع الى الحكومه ترفض المشروع تاعك ما يمرش. اذا دوك لكن الرفض اسمح لي، لا دوك باش نقدم انا حاصلتي واش حاولت نعمل. انا في العهده اللي كنت في الحكومه، في المناصب اللي كنت، كل قوانين الاجراءات اللي اتخذت في الوقت هذا كلها تنحت بعد خروجي من الحكومه. كل القوانين هذوك ما يخص الاستثمار، فيما يخص يعني النشاط التجاري، كل قوانين انا قدمت واحد 20 غيرت 20 قانون في اتجاه يعني هذا الانفتاح، حرية المبادرة، تشجيع الاستثمار، كل هذا الشيء تغير فيما بعد. إذا كيفاش مركبة الجزائر مؤسساتيا، كاين رئيس عنده صلاحيات مطلقة، كل شيء يرجع للرئيس، الباقي تحت الرئيس، من رئيس الحكومة، الوزارة، الإدارة، الولات، الموظفين المتوسطين، كلهم ينفذوا التعليمات اللي تأتي من فوق. إذا شغل السيارات تخرج تنحي المحرك ما تمشيش، يظهر لك أنت عندك سيارة من حالك واحد الموتور، من حالك بياسة كبيرة ما تمشيش السيارة. خلينا نقولوا شوية إذا الرئيس اسمح لي برك، هذا برك عنده قيمة كبيرة. إذا دوك أنا نقول لك الجزائر هذه إما أقرب من الفناء أكثر من اللي قريبة من الحلول. نهار يأتي في يوم كاش نهار نتمنى ويجي رئيس، هي ما كاش حل آخر، الرئيس شخص واحد فرد تراس يجي عنده تصور اقتصادي واضح، على باله باللي باش ينشأ اقتصاد راح يدخل في صراع حتى مع المجتمع، لأنه المجتمع تاني متورط في سياسة، في فلسفة الغزان، قاعد نقسموا بيناتنا، أعطيني الريح تركيل ما تعطينيش نحرق. هذا هو.